وجدت هناك ما يناقض ذهابك إلى العراق؟ ما سمعت فيما يخص قضية العراق، لم أسمع شيء. هل عندكم قول في الذهاب إلى العراق حكم؟ لا، عندنا تفصيل. تفضل يا شيخ، اذكر التفصيل ثم بعد ذلك. أظن ألمحت إليه في الجلسة السابقة، ولذلك فالإنجاز الذي قدمته إلينا آنفا ما شفى صدورنا. وقد ذكرت لكم من قريب ما قاله العلامة الألباني رحمه الله لعلي بالحاج لما ارتدى البزة العسكرية وليس له من علم بالطرق الحربية ولا باستعمال السلاح، ولكنه ارتدى البزة العسكرية وجمع جموعا ثم طار بهم إلى عمان لكي ينصر العراق بزعمه. فالتقى الشيخ رحمه الله وقال: أبشر يا شيخ، إن لدينا الآن مئات من الألوف، بل مئات ألوف من النسوة، كلهن يخرجن متظاهرات رافعات المعاصم زاعقات يطالبن بتحكيم الشريعة ويطالبن بالرحيل للنظام الحاكمي الذي كان حينئذ في الجزائر. لم تستفز البداءات الشيخ رحمه الله، فقال له: وكل من ذكرت إذا سألت أين الله قال في السماء، فغمغم ولم يجب، فأعاد عليه السؤال فلم يجد بدا من الجواب، فقال: لا. قال: إذن لا ينصرون حتى يعلموا. وسأضرب لك مثالا. كان رجل يعلم التوحيد فاستثقل السامعون تعليمه وقالوا: ليس وراءك إلا التوحيد، أفي كل حين توحيد في توحيد، ألا تغير شيئا، ألا تبدل أمرا؟ فطوى كتابه وأعلى جوابه وقال: لقد نما إلى علم الآن أن رجلا بجوار المسجد قد ضبط واقعا على أمه، وسأقوم الآن لأنظر في هذه المصيبة التي حلت. تدافعوا، تهارجوا، تهارشوا، كاد كل منهم أن يجن، ووصل الانحدار إلى هذه الهاوية، ووصل الناس إلى هذا المنحدر الهابط، إلى هذه الحمأة المخسئنة. فقال: رويدكم سأنظر في الأمر ثم أرد عليكم. فلم يأتي إلا ضحى الغد، انتظروه فكانوا بين يديه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: لقد ذهبت فوجدت الأمر على غير ما أخبرت. قالوا: وما هو؟ قال: لم أجده قد وقع على أمه ولا شيء، وإنما وجدته قد اتخذ بيتا جديدا فذبح للجن ذبيحة شاة أو عنزة. فقالوا: الحمد لله، الحمد لله. قال: يا أخي، قم فأت بكتاب التوحيد، لأن الذبح للجن شرك أكبر، وهو أكبر من تلك المعصية، إذ هي لا تخرج من الملة إلا إذا كان مستحلا، ولكن هذا شرك أكبر. فإذا كانت المعصية دون الشرك
تمثل عند المجتمع شيئا عظيما وخطبا جسيما. وأما الشرك فإنه يمر مرور الكرام، والشرك كذباب وقع على أنف أحدهم فقال به هكذا وهكذا. قالوا الحمد لله أن صار الأمر إلى هذا هين. لا يعلمون أن الشرك أكبر من الزنا، وأكبر من إتيان الذكران من العالمين، وأكبر من شرب الخمر، وأكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كانوا لا يعلمون ذلك فكيف يجتنبوا هذا الشرك العظيم؟ وكيف يلتزم التوحيد العظيم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك نحن علينا أن نعلم الناس. وعودا على بدء، أنا لا أزال مستغربا كيف أنت تعتقد أنه عندك مليون سلفي إلا من هذا النوع الذي أنت تشكو منه. هذا يمكن. وبمعنى آخر، هل تعتقد أن هالمليون كل واحد من هؤلاء لو سئل سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله يجيب بجوابها؟ كثيرون يجيبون به، الأغلبية. ما أجبتني. اشتغلت سياسي. يا شيخ يعني هل أنا ما فهمت يعني كلمة سياسي يعني ما لا، لذلك ما ينبغي أن تفارقنا إلا تعرف سياستنا. يا شيخ أعرفها جيدا يا شيخ. كيف تعرفها والآن تقول ما فهمته؟ سياسة الشيخ. أي نعم. كيف؟ أقول من باب الدعابة حتى ما يسود الذهن بعيد جدا. أنا قلت هالمليون، أنت عندك ملايين مش مليون، عندك ملايين. أنا لا أريد أن أتحدث يا شيخ عن الكثرة الموجودة، مليون أو 10 ملايين أو 15 مليون، يعني الطابع الغالب. سبحان الله، أنا أخذت دون الغالب. أي دون الغالب يجيب جوابا في السماء. دون الغالب أنا قلت لك عندك ملايين. أي نعم. ثم أنت اصطفيت منهم للجهاد في سبيل الله مليون. فأنا ما تكلمت عن الملايين، تكلمت عن الذين اصطفيتهم. فسألتك لو أن كل واحد منهم وجه إليه السؤال النبوي إلى الجارية هل يجيب بجوابها؟ حتى عن الجواب ولا مؤاخذة. ما قلت لي نعم بدون سياسة، ما قلت نعم.